العالمين، وصلى الله على خير خلقه المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله تبارك وجلالا لروح سيدتي ولاتي فاطمة الزهراء لا بأس بقراءة سورة الفاتحة على روحها الطيبة الطاهرة مسلوبة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ليالي القدر تنحب والكتاب، ليالي القدر تنحب والكتاب يردد ناعيا جل المصاب. طوايا خير البرايا بعد طه، ومن للمصطفى في العلم باب. وجبريل صار له أنين، وللأملاك في العرش انتحاب. وأعواد المنابر ثاكلات، كل الوجود تفاعل. وأعواد المنابر ثاكلات، لها من دمعها الدام انصباب. محراب الصلاة شنو فيه؟ على اليوم ما صلى بالمحراب. ومحراب الصلاة رثاه شكوى يقول قد ضر بي هذا الغياب. وينك يا علي ما جاي الصلاة؟ ومحراب الصلاة رثاه شكوى قد ضر بي هذا الغياب. وذو الفقار صار له أنين، كما ناحت على المولى الحرام. أبو حسن وياله في عليه بشر الله في غدر يصاب. وللحوراء لما رأته زينب، وللحوراء لما رأته من الأسفال للدمع انسكاب. زيادة الليلة شجاعوا لليتامى من يجونا ويقولون والله شلون أبونا علي يا اخواني، أبونا علي. وانتم إذا أبوك شو يصير بك؟ ويا شجاعوا لليتامى من يجونا ويقولون والله شلون أبونا. أقلهم علي التنجدون بعد جرح الولاد
يدعو ليكون الله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الحديث وانطلاقا من خلال هذه الآية المباركة إمامة علي في القرآن الكريم، نحتاج إلى استكمال لما مضى من ليلة البارحة أحبتي، بعد أن بينا بأن إمامة علي عليه السلام هي من أصول الدين. بينا بأن علماء الطائفة الرأي الأول وهو المشهور لعلماء الطائفة أن الإمامة من أصول الدين. بعض العلماء قال بأن الإمامة من أصول المذهب، هذا بلحاظ يعني من قال بأن الإمامة من أصول الدين لاحظ الإمامة من ناحية الآثار الأخروية. أحسنت. ومن قال بأن الإمامة من أصول المذهب لاحظها من ناحية الآثار الدنيوية. وقلنا لا فرق، يعني الكل متفق بأن النجاة يوم القيامة لا يمكن أن تتحقق إلا بإمامته. وذكرنا الأدلة على ذلك، منها هذه الآية، وبينا هذه الآية حتى يستدل بها على مقدمتين ذكرناهما. أما الدليل الثاني الليلة ذكر حتى نقف على محطة جديدة. الدليل الثاني يعبر عنه بالدليل الروائي. خلي بالك كم يا أحبتي، هواي خلي بالك كم. الدليل الثاني وهو الدليل الروائي، وهو حديث اتفق عليه الفريقان، بحيث جنابك الكريم يعني لما ترجع للموسوعات الحديثية لأبناء العامة تلقى هذا الحديث. مثلا ترجع إلى مسند أحمد بن حنبل، ترجع إلى صحيح ابن حبان، ترجع إلى صحيح مسلم، صحيح البخاري، حتى الألباني في سلسلة الأحاديث يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة. هسه أكو بعض المفردات متقاربة، يعني مثلا هكذا ورد أيضا عندهم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من نتيجة المضمون واحد. كذلك ورد عندنا أحبتي، خلي بالك شباب، كذلك ورد عندنا بالبحار مثلا وسائر الشيعة الكافي، ننقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السؤال: ما معنى موت الجاهلية؟ مات ميتة جاهلية. قال علماءنا: ميتة الجاهلية يعني مات بغير الدين، مات كافرا لا دين له. قالوا: من هنا نستكشف أن الحديث يستدل به على أن الإمامة أصل من أصول الدين، لأن من أنكر الإمام ولم يعرف الإمام يموت ميتة جاهلية، يعني ميتة كفر، يعني لا دين له. إذن الدليل الروائي أيضا يثبت بأن الإمام أصل من أصوله. الليلة نقف عند محطة جديدة مهمة أحبتي، حيل مهمة هذه المحطة: إمامة علي في القرآن. هل ذكرت إمامة علي في القرآن أو لا؟ بعض أعداء الشيعة التزموا بشبهة، قالوا بأن القرآن الكريم لم يذكر الإمامة بالنحو الذي يعتقد به الشيعة، بحيث يعني جنابك الكريم صاحب الشبهة يقول: وناقل الكفر ليس بكافر. يقول لما نرجع للقرآن الكريم نكتشف مثلا عقيدة النبوة بوضوح، نرجع للقرآن الكريم نكتشف عقيدة المعاد بوضوح، نكتشف عقيدة العدل بوضوح. بينما مسألة الإمامة لا، ليست كذلك. شلون؟ قال: مو بالمستوى الذي يعتقد به شيعة أهل البيت. هو يا شباب الكلام، ترى أنا بعد ما أقدر أكون تقللون الحركة والصوت، أحب تدور.
لأن احنا كلامنا خطير، يكون واحد يتنبه إذا فقدت حلقة بعد خلص. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقول ما نجد مثلا آية صريحة تتحدث مثلا عن إمامة علي عليه السلام. فالظاهر صاحب الشبهة الظاهر بأن إمامة علي مو بالمستوى الذي يعتقد به الشيعة، بحيث لو كانت موجودة لذكرها القرآن. الجواب على هذه الشبهة، شوف جنابك الكريم، وهذا دائما ما يتعرضون للأخوة خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي ورهبان توب، رأسا يقول له أريد آية صريحة من القرآن بإمامة الإمام الباقر، بإمامة الإمام علي، أريد آية صريحة. فتشوف البعض يتراجع. الجواب أحبتي شباب، هذه الشبهة مبنية على أساسين فكريين خاطئين. الأساس الأول، هذه الشبهة مبنية على التفكيك ما بين القرآن والسنة. هذا جاي يفكك بين القرآن والسنة، والتفكيك بين القرآن والسنة هو إعراض عن نفس القرآن الكريم، بدليل هو نفس القرآن الكريم هو الذي دعا إلى التمسك بالسنة وجعل السنة عدلا للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني القرآن بهذه الآية يبين بأن الرسول والقرآن نبع واحد تستسقى منه المعارف الدينية، كما أن القرآن وحي يؤخذ بما جاء فيه، كذلك السنة وحي يؤخذ بما جاء فيها، لا فرق بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن اللي يطرح مثل هذا الطرح هذا جاي يفكك بين القرآن وبين السنة، وهذا خطأ فكري يحتاج إلى تصحيح. هذا واحد. ثانيا، وهذا الأمر الثاني يحتاج إلى دقة إخواني، دقة بشكل يعني بحيث إذا الإنسان شوية يغفل ما تصل الفكرة. شوف جنابك الكريم، القرآن على حجج بسيطة وحجج مركبة. يعني الحجج في القرآن على قسمين، ساعدوني. حجج بسيطة وحجج شنو معنى حجج بسيطة حجج مركبة؟ أبين لك. الحجج البسيطة يعني القرآن يكفي ليقيم علي وعليك الحجة بآية واحدة، لا تحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية. مثلا يريد يثبت علي وجوب الصوم، شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من تحتاج بعد آية وهي كافي؟ هاي كافي الآية بإقامة الحجة على من؟ على فريضة الصوم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله إلى آخر الآية. هاي آية واحدة كافية لإقامة الحجة على فريضة. هسه بعض المثقفين، هاي بين قوسين، بعض المثقفين تابعوا شخصية تطلع على مواقع التواصل، قال خمس ماكو. ليش هو الخمس ماكو؟ قال لي أن القرآن ذكر الخمس بآية واحدة بينما ذكر الزكاة بأكثر من آية. هذا منطق المعاند أحبتي شبابنا، هذا منطق معاند. يعني بناء إذا نمشي على هذا المبنى، فبالوضوء هم ذكر القرآن بآية واحدة، يعني الوضوء ما ثابت. هو نفس فريضة الصوم هم بآية واحدة. هذا منطق معاند. القرآن يكفي لإقامة الحجة على الإنسان المسلم بآية، ويجب على الإنسان أن يتعبد بهذه الآية. والله أنا ما مقتنع بالخمس، ليش حسب أنت ما مقتنع بالخمس؟ يعني إذا على هالمبنى لازم هم ما نقتنع بالوضوء، لازم هم ما نقتنع بالصوم. هذا مو صحيح، هذا منطق المعاند. القرآن يكفي لإقامة الحجة بآية واحدة. إذن بالنتيجة الشاهدة أحبتي تبين بأن آيات القرآن قسما منها يسمونها حجج بسيطة، آية واحدة كافية لإقامة الحجة على الإنسان المسلم. يجي القسم الثاني، القسم الثاني يقولون حجج مركبة.
شنو حجج مركبة؟ يعني حتى تصير الآية أو الحكم الشرعي حجة عليك ما تكفي آية واحدة، لازم تحتاج علما إلى آية أو تحتاج إلى رواية. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقرآن كريم في كتاب لا إلا. شوفوا أحبتي، هاي الآية لوحدها هاي تبين منهم المطهرون لوحدها؟ لا، تونا نروح لازم إلى آية أخرى. رحنا للآية الأخرى شنو قالت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إذا تبين من هذه الآية بضم هذه الآية إلى تلك الآية نعلم بأن الذين طهرهم الله ولهم الحق أن يمسوا الحقيقة العلوية للقرآن هم محمد وآل محمد. إذن آيات القرآن يا شباب آيات ذات حجج ساعدني بسيطة وآيات ذات حجج مركبة. فما يصير أنت تباوع فقط على الآيات ذات الحجج البسيطة. أضف إلى ذلك الحجج المركبة مثل ما قلت لك تارة آية مع آية وتارة لا آية مع رواية. أضرب لك مثلا أنا وياك إخوان كل المسلمين سلام يقرون هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة. يا صلاة صلاة الصبح الظهر العصر يا صلاة أي صلاة؟ القرآن هم بآية عدد الركعات ذكرها القرآن؟ لا. شلون هاي الآية تقام الحجة على الإنسان المسلم؟ قالوا علماءنا يقولون بضمها إلى سنة قطعية واردة عن النبي، الروح للنبي صلى الله عليه وآله. إن قلنا الآية لما تقول وأقيموا الصلاة يا صلاة هذه، قال إقامة الصلاة التي تجب عليكم هي عبارة عن الصلوات الخمسة. وهذا علموه الأئمة. ايش علموه؟ أبو بصير دخل على الإمام الصادق قال لسيد الجماعة يعيرونا. قال ليش يعيروكم؟ قال يقولون شو إمامة علي ما مذكورة بالقرآن، إمامة الحسن، نريد آية صريحة تكون من القرآن الكريم. هسه هذه من قوسين هاي مو من الرواية مني. أنا أسأل شباب يعني هسه اللي المخالف لما يسأل يقول لي آية صريحة بإمامة علي. هسه اسم علي باكر نسولف به، اسم علي مذكور لو ما مذكور باكر نسولف. بس اللي يقول إمامة علي مذكورة في القرآن لو لا، ويخليه هذا كأنما هو الميزان. أنا أقول لك كذلك القرآن ذكر الخيل والبغال والحمير، ما ذكر لا أبو بكر ولا عمر ولا لا صدق والله ذكرهم؟ ما ذكرهم. شبابك تجر وقايش فيها ما تجر هو مو صحيح. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز شنو؟ هم واحد بالنتيجة أبو وصير يقول أنا دخلت عليه قال لي أنا سألك وأنت سألهم يرحمكم الله. قال القرآن لما ثبت علينا الصوم شنو قال؟ قال سيدي يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال القرآن شرح المفطرات؟ قال لا. قال تمرين أخذناها؟ قال من النبي. قال القرآن ثبت علينا الصلاة لكن ذكر عدد الركعات، ذكر شكوك الصلاة، ذكر مبطلات الصلاة. قال لا. قال منين أخذناها؟ قال من النبي. قال ذكر الخمس، ذكر الوضوء، قال يعدد له كل ما يسأله قال من النبي. قال زين لما تجي هاي كلها أخذناها من النبي، ولما تجينا آية يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. سألنا النبي منو هاي الآية على من تحكي؟ قال تحكي عن علي بن أبي طالب. الإمام يريد يبين أحبابي شبابنا الشيعة يريد يبين إحنا نكون نصير على قدر مسؤولية الليلة. أنا من أصير شيعي أصير بهالمستوى بهالمقدار أقول لا القرآن بحجج بسيطة وعرفت شنو الحجج البسيطة وبحجج مركبة أعم تارة آية مع آية وتارة أخرى شنو آية مع شنو. إذن هذا اللي يقول القرآن ما ذكر الإمامة نقول له أنت شنو عندك شبهة. أساس هذه الشبهة قائمة إما على التفكيك بين القرآن والسنة وإما على التفكيك بين الحجج البسيطة والحجج
مركبة. حكي واضح اخواني؟ يا الله. النقطة الثانية بيان العلاج لهذه الشبهة. قبل لا نطرح العلاج للشبهة، حقائق اخواني، لابد ان نلتفت الى حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى، خلينا نسويها سؤال وجواب. اخواني، منهج القرآن هل هو منهج التصريح دائما أم هو منهج التصريح تارة والتلويح تارة أخرى؟ إذا نخلي هاي حقيقة ببالك. القرآن مو دائما يصرح. منهج القرآن هو قائم عليه، من قائم على التصريح تارة وعلى شنو؟ لذلك نحن الليلة نطرح سؤال: يا أيها المسلمون أينما كنتم، ألستم تزعمون أن صيغة الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالشورى وليست بالنص كما يعتقد الشيعة؟ طبعا راح يجاوبون شنو بعد؟ نعم، يعتقدون بمن؟ أنا نيابة عنكم أقول: ائتونا بآية صريحة واضحة في القرآن تدل على أن الخلافة بالشورى. واحنا بعد هسه هم الساده يدرون احنا نعطي عطوه ولا نعطي له ما نعطي. احنا نعطيهم عطوه منا اليوم القيامه اذا جابوا لنا ايه واحده. يعجزون احبتي، يعجزون. الهم منا اليوم القيامه ان ياتونا بدليل بايه واحده تصرح على ان الخلافه والحاكميه والامامه بعد شهاده رسول الله صلى الله عليه واله تكون بمن؟ بالشورى. آية واحدة ما يقدرون يجيبون، آية واحدة. لذلك خلي بالك يا إخواني، أكو بعض الآيات، هاي طريقة القرآن، بعض الآيات يسميها محكمة. شنو محكمة؟ يعني واضحة. وبعض الآيات متشابهة، يعني شنو؟ غير واضحة. شوفوا هذا القرآن يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات وأخر متشابهات، يعني محكمات واضحات. متشابهات غير. زين هسه واحد هم حتى يسأل يقول: ليش القرآن تعمد إغلاق بعض الآيات؟ بالك يمي هو المهم. ليش القرآن أغلق بعض الآيات خلاها غير واضحة؟ ليش؟ علماءنا قالوا لابد أن نلتزم بحقيقة ثانية، أن القرآن الكريم، سمعوا شباب، تعمد إغلاق بعض الآيات لحكمة ترجع إلى نفس العباد. شلون؟ قال هو القرآن نفسه يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. القرآن يقول: أبين لكم الغرض من إغلاق بعض الآيات. ليش يخلي بعض الآيات مغلقة؟ ليش؟ قال: لأجل الاختبار، اختبار الناس بين الحق وبين الباطل. كن اختبروا حتى بين أهل الحق وأهل الباطل. حقيقتان مهمتان في القرآن. الآن نأتي إلى الجواب عن هذه الشبهة. خلي بالك يمي، الجواب من خلال أمرين مهمين. الأمر الأول، أريدكم تساعدوني، إمامة علي عليه السلام ذكرها القرآن الكريم بالمستوى الذي يكفي إقامة الحجة على المسلم. بالقرآن نعم، لكن شلون ذكرها؟ هذا مهم. ذكرها على نحو الحجة المركبة. اقرأوا وياي: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. هسه المسلم من يقرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية، هي الآية تبعث عليه من على السؤال، تقول له: يا أيها المسلم، أنت قرأت القرآن وعلمت بأن الله جعل لنفسه الولاية ولرسوله ولأشخاص أطلق عليهم الذين آمنوا ووصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. أنت من تقرأ القرآن ذولا منه. اسمع، تجي إلما لآية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم. يا أيها المسلم، الآية تبعث على السؤال. المنذر هو النبي
وإلى جانبه هاد. من هو هذا الهاد؟ هاي تبعث على السؤال. تقرأ بالقرآن يا أيها المسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. من هؤلاء الذين أوجب الله علينا طاعتهم؟ تبعث على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. القرآن يصف شخصية بهالمستوى بحيث علم الكتاب كله وين؟ هذه أسئلة إخوان. يكون الإنسان المسلم اللي يهمه أمر دينه أمر الآخرة يبحث عن هذه الأسئلة، يقول هذه إثارات أسئلة. فإذا بحث عن هذه الأسئلة وصل إلى جواب واحد: الذي عنده علم الكتاب والمطهر من كل رجس والهادي إلى جنب المنذر والولي الذي تجب طاعته والولي الذي زكى وهو راكع ليس إلا هو علي بن أبي طالب. إذا طرح علينا يا شباب، إذا طرح علينا هذا السؤال إمامة علي ذكرت؟ نعم ذكرت في القرآن بهالمقدار الكافي، بحيث لو أن الإنسان جاء يوم القيامة بلا إمامة علي ليش ما عندك ولاية علي؟ قال له والله يا إلهي أنت ما ذكرتها بآية صريحة يحتج عليه. ألم تقرأ الآية إنما وليكم الله ورسوله؟ ألم تقرأ إنما أنت منذر؟ ألم تقرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم تقرأ يقيم عليه الحجة. إذن القرآن ذكر مسألة إمامة علي سلام الله. الأمر الثاني وهو أمر مهم شباب، مهم جدا وخطير جدا. شنو هذا الأمر؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان له دوران قرآنيان مهمان. قبل لا أبين لأجله الصلوات بأعلى الأصوات. الدور الأول يا شباب، هذا هو خطير ترى الحج. الدور الأول وهو إبلاغ الآيات. تنزل الآية النبي شنو دوره؟ زين. الدور الثاني هذا مهم. طبعا مع الأسف أحبتي دائما بالك يا ابني دائما ما يغفل عن أحد الدورين. الدور الثاني شنو هو؟ تفسير النبي للآية. يعني النبي ما كان شنو فقط يبلغ، لا كان يبلغ وشنو يسوي؟ يفسر الآية. شباب ما هي الأسباب التي أدت لدفع ورفض مصحف علي عليه السلام؟ شو السبب؟ تفسير. أحسن. مصحف علي شباب شيعة، مصحف علي يتميز عن بقية المصاحف. حفظ الدورين، حفظ دور التنزيل والتبليغ وحفظ دور التفسير. لذلك رفضوا تفسير الإمام علي عليه السلام. لذلك يا ريت الأحبة الشباب يسألون المسلمين شنو إنجازات الخليفة الأول على المستوى الفكري؟ الجواب الإنجازات على المستوى الفكري أنه أحرق جميع روايات النبي. اسمع، إذا الدور علما للثاني. هسه مو طائفية أحبتي، حقائق علمية. لذلك جنابك الكريم تريد بالمكتبات تكتب بالجوجل كتاب المحرقة الكبرى، شوف هاي الإنجازات. تجي علما للثاني شنو إنجازاته على المستوى الفكري؟ أمر أن يجمع كل ما ورد عن النبي من آداب من سنن من أحاديث. قال لهم ما راح نجمعها، جمعوها إليه. شنو استوى إخوان؟ أحرقها. إجا الدور الثالث شنو سوى؟ أمر بإحراق جميع المصاحف. كل المصاحف شنو سوى؟ بويا ليش حرقت المصاحف؟ قال لي لازم نوحد القرآن بمصحف واحد. هو تدرون هاي حجة سياسية. ليش؟ لأن إذا ما دام هناك أكو مصحف وبتفسير للنبي على اعتبار بأن النبي فسر الكثير من الآيات مشتملة على فضائح المنافقين. هاي إنجازاتهم أحبة. ابن مسعود هذا الصحابي المعروف
جابوا له الصحيفة شنو مكتوب بها؟ مكتوب بها حديث الثقلين ومشروح بشرائح النبي صلى الله عليه وآله. ابنه ينقل ابنه يقول قالوا جيبوا له طشة ماء، جابوا له طشة ماء. يقول جابوا الصحيفة اللي بها حديث الثقلين والشروح خلاها بالماء حتى ميتت، يعني تمزقت. تبين القضية عندهم في السياسة. لذلك الزهري شو يقول احنا 100 سنة ما كاتبين حديث عن النبي، 100 سنة. كان إذا 100 سنة ما كاتبين حديث عن النبي، كان شو أبو هريرة عنده 16,000 حديث. مين جاب؟ هنا المشكلة أحبتي، لما يجيك واحد قال لك احنا أهل القرآن، أي قرآن تتحدث عنه؟ هذا اللي أحرق الثالث، أحرق الأول، أحرق الثاني. مع ذلك ابن عباس يقول نعم حافظنا على النزر اليسير من تفسير النبي. شلون؟ قال مثلا هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. شلون؟ قال هيك فسر النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. هيك بلغنا النبي، هيك فسر النبي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا ابن عباس شلون فسر؟ قال هيك فسر العروة الوثقى علي، من استمسك بعلي فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويجيك واحد قال لك شو ما موجود الاستئنامة على القرآن؟ انت بعد ما لك حق تستئنم، لأن جماعتك ما خلوا تفسير النبي. يعني ما دام علي موجود اكو عروة وثقى. لكن بعد مقتل علي تدرون اخواني ليله البارحه شنو صاير؟ ليله البارحه الامام السجاد يقول ليله قبره الامام ضجت السبع الشداد لقتله وبكى عليه الملائكه المقربون واهل السماوات اجمعون. هاي ليله البارحه احبتي، ليله البارحه. لذلك هذا الأصل ابن نباتة يقول اشتاقيت المولى يا أمير المؤمنين نصلي وراي يومين، يقول رحت للبيت قلبي ما طعم، يقول لقيت الأرامل الأيتام كلها واقفين وشوف الأطفال شايلين اللبن. بابا شو تسوون بهذا اللبن؟ قالوا أبونا علي مسموم. الله أكبر. يقول أنا ما أتحملت، أصيح إذا صاحوا وأبكي إذا بكوا. يقول طلع الإمام الحسن قال رحمكم الله جزاكم الله عنا خيرا، بس والد راسه يرجع من قبره وجاء يسمع صوت الأيتام يقول ذول يأذون يقطعون قلبي ذول. رجعوا رحمكم الله وإن شاء الله يسلم عليكم وعطاءكم موجود. يقول قالوا له سيدي احنا نشوف أبونا علي، من لنا بعدك يا أبا الحسن؟ قال ما يخالف، خاطر أبوكم روحه ما يقدر ينام. الأصفر يقول راحوا وبقيت أنا قاعد في قارعة الطريق وأبكي. الإمام دخل قمت يقول خليت راسي على الباب وأصيح من لنا بعدك يا أبا الحسن؟ يقول الإمام قال لولدي الحسن لا زال هناك من يقف على الباب، شوف منه طلع. يقول شافني قال لي يا أصفر ألم أمركم بالإنصاف؟ يقول قلت والله سيدي رجلي ما طاوعني أروح. شلون ما أشوف حبيبي؟ قال زين خليني أروح أقول للوالد. يقول لي أمسك له. قال له سيدي يا أبي يا أمير المؤمنين هذا صاحبك الأصبر. قال له قل له فليدخل وليخفف لا يطول لأن راسي جاي يأذيني. فدوى أروح راسك سيدي أمير المؤمنين، فدوى أروح هاي الدماء الطيبة الطاهرة. يقول دخل الأصبر ابن نباتة يقول لما دخلت على الإمام عليه السلام والله لا أعلم أيهما أشد اصفرارا وجه الإمام أم العصابة. لما نظرت إليه سلمت عليه وبكيت. قال يا أصبغ لم تبكي؟ إنها الجنة. قلت والله سيدي أعلم أنها الجنة، لكن من للأرامل والأيتام؟ من لنا بعدك يا أمير المؤمنين؟ يقول الأصبغ ابن نبات بينما أنا كذلك وإذا بالإمام قال راسي. كدوا روح راسك سيدي، هاي مالتك تقطع قلوبنا قلوب الشيعة سيدي.
التفت إلى الإمام الحسن قال: بني حسن، علي بالطبيب السكوني فإنه أمهر الأطباء. بعثوا للسكوني قال: اذبحوا شاة وأتوني برئة الشاة. استخرج منها عرقا وضعه في رأس الإمام ثم نفخ العرق قليل، وإذا بهذا السكون قال: سيدي يا أمير المؤمنين، يا علي، أوصي وصيتك، أعد عهدك، فإن طبرة العين وصلت إلى أم رأسك. الحسن ظل يبكي، الحسين العباس صارت ضجة بالغرفة. شوية وذا بالباب يندق الباب الداخل البيت الإمام. راح إمامك الإمام الحسن وإذا بها زينب تقول له: حسن والدنا وذكرنا عن جرح الطبيب، ايش قال عنه يا بحين اللي سمع منها المجنة يا حين ظهره ودمعة. قلها: من والدش من والدش قطعي لظن. قالت لزينب: نشوف ابوي حسن، انا مشتاق لابوي، شلون ما نشوف علي؟ دخل الامام عليه السلام قال: يلا لا سكوني يا اصبر، اخرجا خارج الدار، زينب تريد تشوف ابوها. طلع الطبيب، طلع مايوس بن حيدر طبيب، طلع بعد الحسن يشي المصيب، يشي النايب النايب لله وحبيبه وياي اثار ام الخدر كانت جريب، اثار ام الخدر كانت جريب، لما شافها على نحيبه قلها: يا زينب يا زينب. ها حسن قال: لا بعد خلص، قطع الظن من والد امير المؤمنين، اجركم الله. فتح الباب الامام الحسن وعينك لا شافت، واذا بزينب واخوات زينب رمين بانفسهن على الامير المؤمنين، تقلش حالهن من لفن يمه وشيافا على هدومه يسيل دم، بجنود سام وقلبوا اليمه وفرض طيحه عليه طاحن سوي، عليه طاحن بناتهم لطم وبنوح، والمعانق يا ويل ياخذ الروح، حقهن لو بجن راسه والحسنين مجروح. قال: اجرح قلبك وهيك الباشر باشر الفاجعه. يقولون لزمت رجل ابوها، تقول له: ابويا جان العيد، تقول له: شلون ويلاش دينك ويا العيد المجبل علينا، تزاملت روحه وتخلينا. وانا اللي عنده حاجه الليله يا اخواننا، اكو واحد عندكم الليله عنده حاجه، خلك اكسر قلبك، خلك اكسر قلبك. شلون قلب زينب انكسر؟ يقول: قال لها: بني تعزي بعزاء الله، الحسن موجود، الحسن موجود، الحسين موجود. قالت: نعم أبا، لكن ما أجمل البنت إذا ناداها أبوها. يقول الإمام التفت باح، أكو واحد ما موجود وكلكم تحبوه، ما موجود، ايش حجم؟ رمق الحسين بطرفه، رمق الحسن بطرفه، قال: ولدي حسن حسين أبو فاضل معكم. قال له: أبو العباس قاعد في صحن الدار مخلي راسه بين ركبته، ثار الأبو يا ناس خير، يضيع على عياله وعليم أبويا الناع من بعدك لجي. راح الحسن عليه السلام قال: أخي عباس والدي يدعوك. قال له: والله أخويا ما له طاقة أشوفه. قال: يدعوك. دخل العباس عليه السلام، سمع زينب تقول: أبا يا أمير المؤمنين، حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، من لي يوم كربلاء،
يدك. مدين ابو فاضل، زينب مد ايدك يقول له يا ابو فاضل عنده وصيه ابو فاضل عنده وصيه يا من تصلر بالغاضريه ترى زينب بشيمتك. يلا بيت الدعاء سيدي امير المؤمنين. زينب ذاك اليوم تذكرت الوصيه، من شافت العباس راح صاحت يا عباس يا اخوي انتظرني قليلا. وقف العباس، ها زينب تقول له انا خايفه لا تقول ما ادري يا عباس يا صواب. يا للقدر تنحم والكتاب يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك، عبد فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم عجل لبقيتك الباقية الفرج، اصر شيعة أمير المؤمنين، اخذل الكفر والكافرين. اللهم احفظ مراجع الدين. اللهم انصر جيشنا وحشدنا وقواتنا الأمنية يا الله. إلهي بحق أمير المؤمنين، بحق عين الزهراء وساقي عطاشا كربلاء، شافي وعافي كل مريض يا الله، خصوصا من سألنا الدعاء المرضى المنظورين بحق أمير المؤمنين. اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. إلى الجميع الفاتحة مع الصلوات.